السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة جدول كورة. نقدم لكم في هذا الفيديو ترتيب مجموعات بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة، وترتيب مجموعة المنتخب المغربي بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى. وفي البداية لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد. وأسفرت مباريات اليوم عن النتائج التالية: فوز إيران على فنزويلا ب7 أهداف مقابل هدف، وفوز البرتغال على بنما ب10 أهداف مقابل هدف، وفوز فرنسا على جواتيمالا ب6 أهداف مقابل 3، وفوز المنتخب المغربي للفوتسال على طاجكستان ب4 أهداف مقابل هدفين. وبعد هذه النتائج يصبح ترتيب المجموعات كما يلي: ترتيب المجموعة الأولى: باراغواي في المركز الأول برصيد 3 نقاط، أوزباكستان في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، هولندا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، كوستاريكا في المركز الرابع بدون أي نقاط. ترتيب المجموعة الثانية: البرازيل في المركز الأول برصيد 3 نقاط، تايلاند في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، كرواتيا في المركز الثالث بدون أي نقاط، كوبا في المركز الرابع بدون أي نقاط. ترتيب المجموعة الثالثة: الأرجنتين في المركز الأول برصيد 3 نقاط، أفغانستان في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، أنغولا في المركز الثالث بدون أي نقاط، أوكرانيا في المركز الرابع بدون أي نقاط. ترتيب المجموعة الرابعة: ليبيا في المركز الأول برصيد 3 نقاط، أسبانيا في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، كازاخستان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، نيوزيلندا في المركز الرابع بدون أي نقاط. ترتيب المجموعة الخامسة: البرتغال في المركز الأول برصيد 3 نقاط، المغرب في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، طاجكستان في المركز الثالث بدون أي نقاط، بنما في المركز الرابع بدون أي نقاط. ترتيب المجموعة السادسة: إيران في المركز الأول برصيد 3 نقاط، فرنسا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، جواتيمالا في المركز الثالث بدون أي نقاط، فنزويلا في المركز الرابع بدون أي نقاط.